السلام عليكم. النهاردة وصفتي وصفة حلوة جدا للمحتارين وعايزة تعمل غدا، عايزة تعمل عشاء ومش عايزة لا تعجن ولا تفرد. النهاردة هنعمل بالعيش السوري أحلى وصفة فطير بطريقة سهلة جدا، وهعملها زي ما انت شايفة كده. هعملها رول وكمان هعملها بشكل الفطير الشرقي. طريقته سهلة جدا وطعمه حلو جدا ومعانا. تعالوا نشوف عملناه ازاي بطريقة سهلة جدا. اول حاجه معايا طاسه سخنه جدا على النار، هحط فيها معلقه سمنه او معلقه زيت زي ما تحبي، بس انا بفضل شويه في الوصفه ديت ان انا احط سمنه او زبده. معايا هنا نص كيلو من البانيه اللي موجود عندك في الفريزر اشتغل بيه. مش شرط بس الحشوه ديت، ممكن تعمليها بلحمه مفرومه، ببواقي عندك جبن على بسطرمه، هتطلع معاكي النتيجه هايله جدا. طبعا سبتها لحد ما ابتدأ لونها يتغير معايا. اهم حاجة النار تكون عالية عندك علشان الفراخ ما تلسقش، وفي نفس الوقت تاخد لون معاكي. هي الفراخ ما بتستحملش، مش عايزين كمان تنزل المية بتاعتها. تعالوا نشوف كمان ايه اللي هيتحط على الفراخ بتاعتنا. هنا اول ما لونها ابتدأ يتغير نزلت ببصلتين كبار متقطعين رفيع، وكمان معايا فلفل الوان لو ما عندكيش تستخدمي اخضر، وكمان حطيت واحد حامي، وكمان حطيت طماطم. هنا بقى هبتدأ ان انا بعد ما نزلت بكل البصل والفلفل والطماطم زي ما قلت لك، هبتدأ اقلب كده. بس ما شاء الله عملت لي كميه كتير. ممكن كمان تحطي مشروم، ممكن تحطي زي ما قلت لك اي حاجه عايزه تضيفيها على الحشوه بتاعتك او تغيري الحشوه دي بتاعتك انت. هنا هتستخدم طبعا المنتج ده جميل يا جماعه، جميل جدا، اللي هو ال11 بهار من كنور. حلو قوي، بيغنيني عن اي بهارات انا محتاجاها تانية. تمام، هنزل بكيس كده وكمان مش غالي. وبعدين هنزل بمعلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة طبعا من الملح، وكمان هنزل بنص معلقة بس من الثوم الباودر. دي الحاجة الوحيدة اللي ضفتها، غير كمان البابريكا اللي انا هحطها دلوقتي. هنا هبتدأ اقلب كده كله ببعضه، مش عايزة اقولك ريحتها حلوة جدا. هنزل كمان بمعلقة من البابريكا، البابريكا الحلوة او الفلفل الحلو. وهنا كنت فاكره ان انا عندي مستردة، بصراحه كنا بالليل انا عاملاها كعشاء، فما لقيتش عندي مستردة، فاستخدمت نص معلقه من الكركم. ممكن تحط كركم وممكن تحط مستردة معلقه كبيره لو عندك، مفيش اي مشكله. ممكن تستغني عن الاتنين لو مش موجودين. هنا ابتدأت اقلب. تمام، ريحتها حلوة جدا وطريقتها سهلة، وكمان ما شاء الله بتعمل معاكي كمية كويسة. هغطيها بقى 10 دقايق بالظبط. وبعد 10 دقايق فتحت عليها لقيتها استوت معايا وبقت حلوة جدا. وهنا كان عندي شوية زيتون في التلاجة، نزلت بيهم كده وعشان كمان يديني طعم. ورجعت اقلب تاني. وتعالوا بقى نشوف هنعمل العيش بتاعنا او الفطير بتاعنا ازاي. معايا طبعا العيش السوري فهاته كده، ومعايا الحشوة بتاعتي. اول حاجة انا هعمله رول كده زي الساندوتش الشاورما العادي. عندك بقى شوية جبن، ممكن تحطي ممكن ما تحطيش. انا كان عندي جبن في التلاجة طلعتها بردك، حطيت رشة كده وبرمت اول واحدة، وبعد كده تاني واحدة، وبعد كده هبتدأ اتني. وانا بتني بقى هبتدأ اورق بقى، لان الفطير ده محتاج سمنة، لازم يتحطله سمنة. ابتدأت حطيت سمنة من الناحيتين، وحطيت سمنة تاني من على الحروف. كل ما الف ببتدأ ان انا احط سمنة. هنا على الحرف، اخر حرف كده، ابتدأ ادهن زي ما انت شايفة كده، وبلف بطريقة سهلة جدا بالشكل. هرجع تاني اعمل واحد تاني معاكم. هعمل برضك نفس الشكل، فردته كده على الناحية اللي هي المتنية. ما تكتريش الحشو قوي، ممكن كمان تقطعي طماطم وبصل وخيار مخلل وتسوتي الحشوة دي لو انت حابة ان السندوتش يبقى مليان. ممكن تحطي كمان بطاطس محمرة معاه، هتبقى حلوة جدا. هنا لفيت لفتين ودهنت سمنة، ورجعت تنيت، ورجعت لفيت زي ما انت شايفة كده. طيب تعالوا نعمل بقى الطريقة التانية اللي انا بصراحة حبيتها جدا، اللي هي شبه الفطير شوية. معايا كده قطعة من العيش السوري، وحطيت الحشوة في النص شوية، وحطيت شوية جبن، وابتدأت ان انا
الف كده. بصوا اللفه شكلها عامل ازاي، مش بالطول بالعرض اهي. دهنت سمنه على الحروف كلها، وابتدأت احط سمنه تاني، واجيب الحرف الاولاني من بره وحطيته، وهجيب واحده تانية وهحطها جواها. مش عايزه اقولك كان حلو جدا كده بالشكل ده. دهنتها سمنه من كل الحروف، وهبتدأ اقفل ما ضيقش التقفيله يعني. بصوا يا دوبك بقفل الحروف على بعضها بالسمنه بردك، وبعدين بلم العيش بطريقه سهله جدا اهي. عندي بقى طاسه سخنه، جريل سخن، دهنته سمنه الناحيتين كده. طاسه مش لازم جريل خالص. وابتدأت ان انا ارص الفطير بتاعي، علشان انا محتاجاه بس ياخد لون. كل حاجه مستويه معايا يا دوبك، بس هياخد لون معانا بالشكل ده اهو. طبعا بحط على الناحيه اللي هي المفتوحه تحت، عشان محتاجاها ان هي تمسك. ما شاء الله يا جماعه، والله الواحد بسم الله ما شاء الله يعني بيشبع جدا. وكمان انا عملت باحجام مختلفه، يعني ممكن تعمليه كبير، ممكن تعمليه صغير، زي ما تحبي. طبعا ما بقلبش فيه ولا باجي جنبه الا لما يبتدأ ان هو يتحمر معايا. بدهن كده سمنه من على الوش، كأنك بتعملي فطير بالظبط. بيطلع معاكي مواق وجميل جدا، مش عايزه اقولك نتيجته حلوه قد ايه. هنا ابتدأت اقلب من كل النواحي، ما اسيبهوش لان هو فعلا ما بياخدش وقت. بس اول ما بياخد لون كده برفعه على طول من على النار بالشكل ده. وهنا هدهن بقى الكيال بتاعي تاني، واحط اللي هو شبه الفطير اهو. سبتها بردك لما اتحمرت معايا وخدت لون، وقلبتها بطريقة سهلة جدا. ما خدش في ايدي فعلا وقت، يا دوبك عملت الحشوة 10 دقايق ولا ربع ساعة بكتير قوي، كنت مخلصة احلى عشاء. ممكن كمان تعمليه جرادة، طريقة جديدة يعني نغير شوية عن الطبيخ بتاع كل يوم. هنا ابتدأت اقلبها. دي كانت موهقة جدا، والتاني برضك الرول كان تحفة. بصراحة الطريقتين احلى من بعض. وبكده عملنا احلى فطير في 10 دقايق. ان شاء الله الوصفة تعجبك. تعالوا كمان نقطعه من جوه ونشوف شكله عامل ازاي اهو. ابتدأت كده اقطعه بمخرطة الملوخية، ممكن تقطعيه بالسكينة عادي جدا. طريقة سهلة، ولادك هيحبوه جدا، وانت كمان هتحبيه وهتحبي تعمليه على طول. بص ما ازاي معايا ومفرخ من كل ناحية. كمان جبت جبنة اللي هي الجبنة الصفراء، او جبنة مش، او كاتشب، او مايونيز، عملتها بيه كان طعمه رهيب. تعالى كمان نقطع الرول بتاعنا اي شكل طبعا تحبيه وتفضليه. بصوا حلو جدا. ان شاء الله وصفتي تعجبك. يا ريت لو عجبتك ما تنسينيش في اللايك. سلام عليكم.